ورتل القرآن ترتيلا. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان مع برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا. أشرف كتاب هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأنزل على أشرف خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل على خير الشهور وهو شهر رمضان، وأنزل في أفضل ليلة في رمضان وهي ليلة القدر. وامتدح الله عز وجل قارئه وحافظه وتاليه آناء الليل وأطراف النهار، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أعزائي المشاهدين، نذكركم بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة اتباعا طيلة مدة البرنامج، أو على حسابات شبكة سلام الفضائية في منصات التواصل الاجتماعي، فمرحبا بكم. كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية وقد أقمنا وأنخنا في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى وصلنا في تفسير سورة القدر. وسورة القدر هي سورة مكية أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وتسمى بسورة القدر، وكذلك تسمى بسورة إنا أنزلناه، أي إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر معلوم فضلها عند جميع المسلمين، قاطبة بأنها من أفضل الليالي، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أفضل ليالي السنة كلها، لأن الله عز وجل يكتب فيها المقادير والخلائق، وينعم بها أناس برضوان الله وسلامه عليهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي إنا أنزلنا هذا الكتاب، فقد كان مفرقا، وقد كان مجمعا، ثم أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مفرقا طيل إقامته في هذه الدنيا، فصلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. وربنا سبحانه وتعالى يرغبنا عن القيام لهذه الليلة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي يعني غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى لمن قام هذه الليلة. وليلة القدر كما قال بعض أهل العلم بأنها تنتقل في العشر الأواخر في لياليها، ولا يدرى في أي ليلة هي، وإن كان بعضهم يحدد هذه الليلة بأنها هي ليلة 27 وهي الأرجى كما قال بعضهم، لكن جمهور العلماء بأنها هذه الليلة تنتقل في الليالي الوترية، سواء ونعني بالليالي الوترية هي ليلة 21 وليلة 23 وليلة الخامس والعشرين وليلة 27 وليلة 29. فهذه الليلة الشريفة تنتقل في هذه الليالي بفضل منه الله سبحانه وتعالى على عباده المخلصين القائمين له إيمانا واحتسابا. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر،
أي أن هذه الليلة، قيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا وإخلاصا له سبحانه وتعالى أفضل من عبادة 82 سنة. وهذا فضل من الله عز وجل اختص به على أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وخص كذلك منه عباده المخلصون المؤمنون القائمون إيمانا واحتسابا بأن يختزل عباداتهم في طيلة هذه السنين كلها. عبادة 82 سنة أو 83 سنة تختزل في قيام هذه الليلة الشريفة الكريمة، لكن بشرط أن يكون قيامك أو قيامك إيمانا واحتسابا، إخلاصا له سبحانه وتعالى، محتسبا ذلك عند الله عز وجل. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. والله عز وجل في هذه السورة يذكرنا بعظم كتابه وكلامه سبحانه وتعالى، حيث أنه أنزل هذا الكتاب أشرف الملائكة، وهو جبريل عليه السلام أمين الوحي الروح الأمين. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. الروح مقصود به جبريل عليه السلام، بإذن ربهم من كل أمر. سلام، أي هذه الليلة ينعم بها من اختصه الله سبحانه وتعالى بالسلام في الدنيا وفي الآخرة، سلام وأمان وطمأنينة وراحة بال. قال ربنا: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي هذه الليلة الشريفة من الليالي العظيمة تكون على صاحبها سلام على قلبه وعلى راحته وعلى حياته ما دام حيا في هذه الدنيا، لما اختص الله به عليه به من هذا الفضل العظيم. بذلك تنتهي سورة القدر. وسورة القدر من أكثر السور التي تشير إلى مراحل نزول القرآن الكريم. بعد ذلك اختص ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك هذه السورة الشريفة، سورة القدر، سورة البينة، أي العلامة أو الدليل. البينة، سورة البينة، وهي سورة مكية وتسمى بسورة البينة، وكذلك تسمى بسورة القيمة، وكذلك تسمى بسورة لم يكن الذين كفروا، وكذلك تسمى بسورة أهل الكتاب. هذه السورة ابتدأها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى والمشركين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، أو الذين أشركوا إلها آخر مع الله سبحانه وتعالى. قال ربنا: من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي لم يكن أن يدع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين، لم يكونوا أن يدعوا أن يتركوا دينهم وآلهتهم حتى تأتيهم البينة، أي حتى يأتيهم الدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبعث فيهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. البينة التي كان ينتظرها أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركون هي خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وظهوره أمامهم رأي عين، وهو يتلو عليهم صحفا مطهرة، أي صحفا وكتابا وكلاما خاليا من الخرافات والأساطير والأقاويل والتي كانت منتشرة في كتبهم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أي كلام واضح لا لبس فيه ولا لغو. قال ربنا سبحانه وتعالى:
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. سبحان الله. فلما أتاهم الرسول، فلما يحكي ربنا فلما ظهرت البينة وهو خروج نبينا صلى الله عليه وسلم اختلفوا، أي اختلف أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، اختلفوا في ظهوره صلى الله عليه وسلم وفي مبعثه وفي صدق نبوته ورسالته. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الدين وليتمم أصوله. قال ربنا وما أمروا، أي لم نأمرهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي موحدين لله سبحانه وتعالى، ولا يشركون به شيئا ولا يشركون معه أحدا، لا إلها لا نبيا مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنفاء هم الذين يميلون إلى الإسلام يميلون من الشرك إلى الإسلام ولا يعبدون مع الله أحدا، ويقيمون الصلاة، إقامة الصلاة، ويؤتون الزكاة، وهي إتيان الزكاة وهي الصدقة الواجبة، وهي الزكاة أن يخرجها المرء من ماله إذا حال عليه الحول، ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة، أي ذلك ما أمرنا به من الكلام هو الدين القيم، أي المقصود أمر الله عز وجل إلى عبادته بإخلاص وتوحيده وإقامة صلاته وإتيان زكاته. هذا هو الذي كان يأمر ربنا سبحانه وتعالى، وهي مقدمة لأصول الدين، عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. هذا فقط الذي كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياءه في بداية نبوتهم ورسالتهم، لكنهم اختلفوا، أي أهل الكتاب اليهود والنصارى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا حسدا من عند أنفسهم، ود كثير من أهل الكتاب. الله عز وجل يصف حال أهل الكتاب، ولعل قد تكون مباحث أو قد نكون في حلقات قادمة نتكلم عن اليهود والنصارى في كتاب الله عز وجل. قال ربنا إن الذين كفروا بعد إقامة البين عليهم وهو خروج نبينا صلى الله عليه وسلم ومبعثه ونبوته ورسالته، وهي خاتمة الرسالات وناسخة لكل الأديان. قال ربنا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية أي شر الخليقة، شر الخلق. كيف لا وهم لا يؤمنون بنبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أرسل من ربنا سبحانه وتعالى العليم القدير سبحانه وتعالى. قال عنهم أولئك هم شر البرية، أي والله شر البرية أي شر الخليقة، شر الخليقة في معتقدهم، شر الخليقة في فكرهم، شر الخليقة في دعوتهم وأساليبهم، شر الخليقة في دعوة أهل الإسلام ليرتدوا عن دينهم وهو الإسلام. قال ربنا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. العلة حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، أي هذا الدين أنه الحق. لماذا حسدا من عند أنفسهم؟ لماذا يكون الحق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكون الحق في دينهم أو في معتقدهم، أعني أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى؟
فلذلك هم شر البرية وشر الخليقة. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك امتدح الأولياء والمؤمنين والمسلمين، قال ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ربط ربنا سبحانه وتعالى وقرن بين الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح هو ثمرة المعتقد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكل إيمان لا بد أن يكون، وكل معتقد لا بد أن يكون له حقيقة. فما حقيقة ما تقول؟ كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي قال لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت أو كيف أمسيت؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله راضيا عنه. قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: فما حقيقة ما تقول؟ فذكر له الصحابي حقيقة ما يقول، أي ما هي الأعمال وثمرات الإيمان، ما هي الأعمال الصالحة التي يفعلها ليحقق مقصود الإيمان. والإيمان مقصوده هو أن يعمل الإنسان عملا صالحا، وإلا فما فائدة الإيمان أن يستقر وأن يوقر في قلب المرء ولا يؤثر على جوارحه وعلى قلبه وعلى فكره وعلى حياته. ولذلك الذي يعمل المعصية ويقول أنا مؤمن، نقول له: فما حقيقة ما تقول؟ هل إيمانك ردعك عن أن تفعل وترتكب المعصية؟ هل إيمانك حثك على العمل الصالح؟ هل إيمانك يقربك إلى الله عز وجل؟ إن لم يكن كذلك فراجع أو اتهم إيمانك. قال ربنا في كل كتاب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يربط ويقرن بين الإيمان والعمل الصالح. كل كتاب الله تجد في كتابه سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي ذلك إشارة في إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجمع، ولم يقل إن الذي آمن وعمل صالحا، لكن الله عز وجل يجمع دائما إن الذين آمنوا أي المؤمنين وعملوا الصالحات، إشارة إلى أن الإنسان يكتمل إيمانه حينما يكون مع إخوانه يؤازرونه على الإيمان والعمل الصالح. ولا نقول عكس ذلك أو ضد ذلك بأن لا يصلح أن يكون الإنسان أو لا يعقل أن يكون الإنسان مؤمنا ويعمل صالحا لوحده، لا، لكن الله عز وجل يحثنا دائما على الجماعة. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون، وليس مع الذي يدعو لوحده، قال مع الذين يدعون ربهم. وهنا في كل كتاب الله يدعو الله عز وجل إلى الجماعة. وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاة الفرد لوحده في بيته وصلاة الجماعة في المسجد تعدل 27 درجة في الحديث في الأثر الصحيح، إشارة إلى ذلك أن الإنسان قوي بإيمانه وقوي مع جماعة المسلمين، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال ربنا: أولئك هم خير البرية، أي أولئك أفضل الخليقة وخيرهم، والخير هو عكس الشر. أولئك هم خير البرية. فما أعد الله عز وجل لهؤلاء الذين هم خير البرية، خير الخلق وأفضل الخلق، الذين يؤمنون به ويعملون الصالحات. قال ربنا سبحانه وتعالى واختتم بها هذه السورة الشريفة: قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ولنا مع هذه الآية بعض الوقفات. أولا، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، والجزاء من الله سبحانه وتعالى والثواب منه سبحانه وتعالى. وما جزاؤه للعبد وما جزاؤه للمؤمنين إلا لرضاه عنهم سبحانه وتعالى، كما في آخر الآية: قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها أبدا، أي خالدين في هذه الجنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حثنا بأن يسأل الله الجنة إلا أعطاه إياها، ويستعيذ 7 مرات من النار إلا أعاذه الله منها، أي أن يقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة 7 مرات، ويستعيذ من النار، اللهم إني أستعيذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، إلا نجاه الله منها. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. والفردوس الأعلى هي الأعلى في الجنة، الأعلى في الجنة. وسقف الفردوس هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وسنتكلم كذلك الوقفة الأخرى وهي الرضا عن الله عز وجل. الرضا عن الله عز وجل، الذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بأنه هو الخالق المدبر الرازق، يؤمن بجميع أسمائه وصفاته، يؤمن بأنه هو الحي القيوم الذي يقيم أمور الدنيا ومعاشها، يؤمن بأن الله عز وجل رحيم أرحم بعباده، وأرحم من أمك وأبيك، يرضى عنك. ولذلك الصحابة يعجبون من ذكر الله عز وجل لهم، كما ورد في الخبر أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بن كعب، طرق بابه ودخل إلى أبي بن كعب وقال له اقرأ، فقال له فتعجب منه الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، قال: اقرأ فإن ربي، أو كما في معنى الحديث، فإن الله قد أمرني أن أقرأ عليك. فأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الصحابي ذرفت عيناه وبكى، ثم قال: أو سماني لك؟ يعني هل ذكرني الله عز وجل وسماني باسمي؟ قال: أو سماني لك؟ قال: نعم سماني لك. فبكى رضي الله تعالى عنه وقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم. وسنكمل الحديث عن مسألة الرضا والخشية بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين.
هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عن وكان الحديث عن قوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الرضا عن الله سبحانه وتعالى هو مقام من مقامات العارفين به سبحانه وتعالى، والرضا به وعن تدبيره له للعبد يجد العبد حلاوة لا يجدها في غيره، لما يعلم بأن له ربا يدبر الأمور، حي قيوم كريم له سبحانه وتعالى، حنون وعطوفا عليه، يقبل توبته ويدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويحيط به، وتحيط ألطافه سبحانه وتعالى بهذا العبد، فما كان له إلا أن يرضى لله عز وجل خضوعا وإذلالا وتسليما واستسلاما له سبحانه وتعالى. وإن العبد الذي وأكمل المؤمنين هم أكملهم رضا عن الله عز وجل. ومن يرضى عن الله عز وجل يرضى الله عنه. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. مسألة الرضا، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى في المصائب من أعظم المواقف التي يقف فيها العبد ويحتك بنفسه ويرى نفسه أين هي عندما يكون في المصائب. هل يكون مستسلما راضيا عن قضائه سبحانه وتعالى، أم جزعا محبطا يائسا مسيء الظن فيه سبحانه وتعالى؟ وغاية الرضا عن الله عز وجل الرضا عن تدبيره والرضا عن قضائه. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء السابق لمن خشي ربه. ومقام الخشية هو الخوف منه سبحانه وتعالى، وبالأخص الخوف في السر. إن الذين، والخشية تكون في الغيب أظهر وأوضح. قال ربنا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في حال الستر والخفاء. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
وكما في الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أو إلا ظله، ذكر منهم ورجلا خاليا، ورجلا اختلى بامرأة ثم قال لها إني أخاف الله، أو اختلت به مرأة ثم قال لها إني أخاف الله، ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الذي يكون في الخشية تكون الإمساك عن المعصية أو عمل خبيئة عمل صالح. الخشية أن تكون الإمساك عن المعصية أو أن يعمل عملا صالحا لا يراه إلا الله، ذلك لمن خشي ربه. وبذلك انتهينا من تفسير سورة البينة، نسأله أن يكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن الخاشعين الذين يخشونه في السر والعلن. والآن سيكون الحديث عن أحكام التجويد، وكنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية وراجعنا عن أحكام اللامات، أي يعني اللامات السواكن في كتاب الله عز وجل. وفي هذه الحلقة سنتناول عن مراتب الغنة. مراتب الغنة، والغنة عند أهل الفن هو صوت خفيف يخرج من الخيشوم، والخيشوم قالوا هو نهاية أو أعلى الأنف. طيب، مراتب الغنة، والغنة مرتبطة بأي حرف أو بأي الحروف. الغنة مرتبطة بحرف النون وبحرف الميم، بحرف النون وبحرف الميم. ومراتبها قالوا مراتبها اختلفوا، فبعضهم قال 3 وبعضهم قال 5 وبعضهم قال 4، وعند أهل الفن والاختصاص أكثرهم مال إلى بأنها أربعة مراتب. المرتبة الأولى الغنة هي أن تكون أكمل ما تكون، والغنة بمقدارها حركتين، مقدار الغنة حركتين. أكمل ما تكون، متى تكون الغنة في أعلى حركاتها ومقدارها؟ قالوا المرتبة الأولى أكمل ما تكون لما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين. مثاله من كتاب الله عز وجل، مثاله قوله سبحانه وتعالى ولكن الله سلم، ولكن نون مشددة. وقوله في الميم في اليم ولا تخافي. أعزائي المشاهدين، انتبه بأن الغنة تكون في حرفي النون والميم. وطيب، متى تكون أعلى؟ متى نقول أن الغنة هنا أعلى مقام ومقدار حركة في مقدار الحركات؟ المرتبة الأولى أكمل ما تكون حينما تكون النون والميم مشددتين ومدغمتين. وقلنا في المشددتين قوله سبحانه وتعالى ولكن الله سلم، ولكن النون هنا مشددة. وقوله في الميم في اليم ولا تخافي، حكاية عن موسى عليه السلام. وأما في المدغمتين فقوله سبحانه وتعالى فمن يعمل، هنا تكون غنة مدغمة. وقوله في الميم ما لهم من الله، الميم هنا مدغمة. ما لهم، ميم كلمة ما لهم مدغمة في كلمة من. لماذا؟ لأن الميم هنا ساكنة، أتى بعدها حرف الميم، والميم من حروف الإدغام. هذه أكمل ما تكون، هذه أعلى المراتب. المرتبة الثانية التي تليها وهي
حينما تكون الغنة في النون والميم المخفاتين، أي التي عليها حكم الإخفاء، النون والميم المخفاتين. مثاله قول ربنا عز وجل: الإنسان الإنسان، وقوله سبحانه وتعالى: أنبورك أنبورك. أن نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء، والباء من حروف الإقلاب. وقوله سبحانه وتعالى: ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة. هنا الغنن تكون أقل من المرتبة السابقة. المرتبة الثالثة: متى تكون الغنة ناقصة؟ متى تكون الغنة ناقصة؟ تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين. المظهرتين المقصود بها اللتين نون الساكنتين التي يقع عليهما حكم الإظهار. مثال في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: سميع عليم سميع عليم. وقوله: أنعمت أنعمت. وقوله: هم فيها هم فيها. كل هذه نون ساكنة وميم ساكنة، الغنة تكون فيها ناقصة. المرتبة الرابعة: متى تكون متى تكون الغنة معدمة. المرتبة التي قبلها التي أشرنا إليها في النون والميم الساكنتين المظهرتين الغنة شبه معدمة. وأما هذه المرتبة الأخيرة فهي تكون الغنة فيها معدومة، أي لا تكون فيها غنة. مثاله: متى تكون هذه الغنة لا ننطق بها؟ في النون والميم المتحركتين، أي التي عليهما حركات وليس ساكنة، شبه معدومة. وبذلك أتممنا الغنة وأزمنة الغنن، وسنتكلم وسنطبقها في قراءتنا أثناء تلاوتنا لسورة التحريم من الجزء الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فالمؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أعزائي المشاهدين، أذكركم بحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إلى لقاء آخر، أدعكم أعزائي المشاهدين في حفظ الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا. ha 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 ha